هذه القصيدة من كلمة الشاعر هشام عبد الملك المجيدي، وهي عن لسان الأخ السجين زيد صادق إسماعيل المجيدي، من أبناء مدينة تعز شرعب السلام، منطقة الأمجود، عزلة بني قاسم. ويناشد بها كل أهل الخير، يقول زيد بن صادق: أنا مهموم، أنا ضايق وغارق داخل هموم، لمن أشكي وروحي منهم مسموم، وكيف اشرح قضية عابت علوم، قضية دم فيها خاطري معدوم، وهم جوني وعابوني وقالوا لا اتهم حومي، ويشهد علي الإله الواحد القيوم إنني ضايق، ويشهد الطقم الحكومي، ويعلم الله إنني يا رب أنا مهدوم، واللي قد حصل سود بعيني غيومي، خاطري مكسور وأنا الشامخ المحشوم، والوقت با يشرح الحالة في آلايمه لا تلومي، ألا في أهل اليمن شدوا ظهري المهدوم، فلتعلموا أن ضيقي هو مقدم خصومي، ويا أهل القضاء وأهل الأمر والمرسوم أرجو النظر فيما حصل في لزومي، ويا أهل الأمجود ألا يا عزوتي والقوم طلبتكم فزعة تضوي لي نجومي، فأنا الوفي واسمي بالوفا معلوم، وأنا الكرم والوقت يعرف عزومي، أنا زيد بن صادق لؤلؤي منظوم، أطلب من أهل الخير أن يعتقوا لي لحومي، أطلب من أهل الخير أن يعتقوا لي لحومي. وسلامتكم.